دونت هاف تايم. اللوك نار وشرار فظيعه، ستريس ايه. المهم تعالي معايا في الريل ده واسمعي الكلام اللي انا هقوله. الراجل لو غلط في اسمك وانت في بدايه العلاقه او الخطوبه، اعرف ان الاسم اللي ندها بيه دي واحده كان بيحبها، كان خاطبها. المهم هي لسه في دماغه، لازم تبقي فاهمه. طب لو متجوزه ندهك بالغلط، اعرفي ان البت دي عارفها عليكي وماشي معاها وانت مش دريانه، يبقى هو حرق نفسه بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. في بدايه الريل ده احنا وي دونت هاف تايم. خليكي مركزه كويس قوي قوي قوي. الراجل لو غلط في اسمك باسم واحده غيرك، اعرفي ان الست دي في دماغه وبيحبها. بيحبها لان الراجل لما بيحب غيرنا، الرجاله غيرنا يا جماعه، لازم نركز على الموضوع ده. حاجه تانية، ما تسمحيش لنفسك تتحطي في وضع مقارنه ايا كان. طب اتقارنتي ما تتابعنيش. عديمه الكرامه في المحتوى ده ملهاش لازمه عندي. لازم تعززي نفسك عشان تتعززي. طب يعني ايه يا امان؟ يعني لو حسيتي ان الراجل اللي تقبل على نفسها تبقى زوجة تانية، مع الوقت مش هتستحمل وهتنفصل. اللي تقبل على نفسها ان هو خاطب وما بيحبهاش وبيحب واحده تانية في حين انها عايزه تلبس الفستان الابيض، عديمه الكرامه والاشكال دي انا مش عايزاها في محتواي. انا ما بقاش غير مع الراجل اللي بيحفر في الصخر كده عشان ياخدني، اللي بيحارب الدنيا دي كلها علشان يوصل لي. انما انا عارفاه ان هو اصلا ما بيحبنيش، بس قاعده معاه وخاطبني عشان اهله قايلين ولا امه عايده ولا وبيتنسى بيا. واحده انت عديمه كرامه ومش هتعيشي مبسوطه طول حياتك، وهيبقى نايم جنبك وبيفكر في غيرك. نحسب لقدام. اللي بتتقارن، اللي تبقى مع راجل ويقول لها ده انا كنت خاطب واحده كذا، ده انا اصلي كنت عارف معرفش مين كذا، ده انا مرات اخويا بتعمل كذا. اللي بيحطك في مكان المقارنه ده ما بيحبكيش وهيعقدك طول حياتك، وده تنفصلي عنه احسن. احنا ما عندناش وقت في المحتوى، انت عارفه انا الاشكال دي ما عنديش وقت ليها. فيا حبيبه قلبي، اللي يحطك على طول في وضع المقارنه، المحتوى ده بتاعي، ركزي في الكلمتين اللي انا هقولهم. الراجل لو ندهك باسم غير اسمك، يبقى الست اللي نده بيها الاسم دي ما نسيهاش، وانتي مش في مكانها ومش هتبقي في مكانها. رقم 2، المقارنه. مفيش واحده تسكت على نفسها بتتقارن. ما يقولكيش اختك بتعمل، مرات ابوكي بتعمل، صاحبتك بتعمل. اول ما الراجل يقارن اعرفي ان هو ما بيحبكيش ومش شايفك، لان مرايه الحب عاميه. انت ممكن يكون ما يتاكلش قدامك العيش الناشف وفرحان بيكي، سبحان الله، اشكال كتير قوي بيبقى صعبه قوي، بس الراجل فرحان بيها عشان بيحبها. فما بالك لو كنت حلوه ومش شايف ده، فده دليل معناه ايه؟ ان هو ما بيحبكيش يا ماما. طب ما بيحبكيش ما تتابعينيش على طول. انا اتلم على راجل يحبني ويقدرني ويشيلني ويصوني ويدلعني، يفتح لي باب العربيه اركب، غير كده ما تتابعينيش. فنركز كده مع بعضينا. لازم يبقى واحد بيقدرني وشايلني ومراعيني، ما يغلطش في اسمك، ما يقارنكيش بغيرك، يبقى شايفك انت التوب. شيري النيله ده بسرعه.